الإعلامي حسن توفيق، عميد المراسلين وسندباد الملاعب. رئيس تحرير النيل للرياضة ورئيس أيضا قسم المراسلين الأستاذ حسن توفيق. مثلا والأستاذ حسن تابعونا وهذه اللقاءات. الآن بقول إن بشوفك في ماتشات الكورة ببقى سعيد جدا. ربنا يخليك يا كابتن. خير، اهلا بيك يا حسن واهلا بكل الساده المشاهدين. كابتن طاهر، انا بسعد لما بقى في حد متخصص، وزير متخصص في الرياضه في اللي هو احمد جاد منصور، مساعد وزير الداخليه رئيس اكاديميه الشرطه. اهلا بحضرتك يا فندم وكل سنه وحضرتك طيب. اهلا بيك واهلا بكل الحضور. جمعنا النهارده مع اختلاف دياناتنا، مع اختلاف عقائدنا، مع الكبير وهذا اليوم الجميل في اكاديميه الشرطه وفي يوم الجمعه اللي هو يوم المظاهرات. ده دليل قاطع على ان مصر بلد الامن وبلد الامان، ومش ممكن يحصل في مصر اي فتنه ولا اي مشكله بين الاخوه وبين الشعب المصري، ومحدش هيقدر ابدا يخش يفرق بينهم. اتكلمنا بقى ان هو كرجل فرنسي وموجود في وسطينا هنا في مصر من الناحيه الامنيه، شايف الامن ازاي وشايف الدنيا ماشيه ازاي، وعايزينه يعمل دعوه او يؤدي دعوه للسياحه الفرنسيه وباقي السياحه الاوروبيه. تحياتي رئيس تحرير حسن توفيق، طبعا اللي عامل مجهود جامد، بنهنيه على حصوله على احسن معد السنه دي. ان شاء الله تعود الرياضه تاني وترجع تاني مصر احسن وازهى ان شاء الله. ايضا كأس للاستاذ حسن توفيق افضل رئيس تحرير للبرامج الرياضية. شكرا جزيلا طبعا لزميلنا المجتهد حسن توفيق. حاجة تفرح. حسن توفيق شرفت ونورت. اشكرك كابتن.